1. النهارده هنتكلم عن فايدة إنك تتدرب بالشبشب. يعني ما هو كان بيتدرب بالشبشب زمان كان الموضوع ده ليه فوائد كتير. الفايدة الأولانية إن لما الشبشب بيجي يلمس جسمك بيحصل تعويرة بتحمر، ده بيبدأ يخلي الدورة الدموية تشتغل. يعني لما الحتة اللي بيجي فيها الشبشب بتحمر بيخلي الدورة الدموية تشتغل كويس. الفايدة الثانية من فوائد الضرب بالشبشب هي تنمية الذكاء والقدرة الذهنية. انت طبعا لما بتضرب بالشبشب خلاص بطل بقى غباء، وبعد كده بتتعلم انك تبقى ذكي. طبعا في رياضة هنا قوية وهي رياضة الجري. لما ماما بتضربك بالشبشب انت بتبتدي تجري منها، وده بيخليك تبذل مجهود كويس لصحة القلب والدورة الدموية برضو، وهي رياضة الجري. وفي بقى حاجة تانية بتمرنك لو انت طلعت لعيب كورة انك تقدر تصد الشبشب وهو جاي في طريقك، تقدر انت تصد الشبشب بايدك، وده بيمرنك انك تبقى جون في المستقبل. طبعا لما بتضرب بالشبشب الوجع اللي انت بتحس بيه، الوجع ده بيفيدك بعد كده انه يخليك دايما مخك حاضر وينمي عندك الانتباه. فاحنا نخلي بالنا يا ولاد ان لما ماما تيجي تضربنا بالشبشب نكون دايما مستعدين للشبشب ده، لانه ده اللي هيفيدنا في المستقبل. ولذلك الناس اللي ما ضربتش بالشبشب وهي صغيره طالعين اغبياء جدا. كمان في ناس اتضربت بالشبشب وادوا ظهرهم لماما وطلعوا يجروا، لكن الشبشب رشق في منطقه معينه ولحد دلوقتي مش عارفين يطلعوا الشبشب. هما يعني تذكروا ان في واحد طلعوا فرده، وفي فرده دخلت في مكان معين في جسم البني ادم ما عرفوش يطلعوها. فاتمنى له الشفاء العاجل وان هم يقدروا يطلعوا الفرده الثانيه ان شاء الله. خلوا بالكم من الشبشب.